لسه معاكم من داخل فيري كلينكس، ودخلنا بقى قسم الأسنان مع جميلة الجميلات دكتورة ندى المقدم، أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان. وزي ما انتم شايفين هي قمر ولذيذة جدا وشاطرة جدا جدا جدا. أعرف بقى أخبار فيري كلينكس إيه وإيه اللي بتقدموه جديد هنا؟ احنا هنا بنقدم كل حاجة بأحدث الأجهزة. ممكن يميز الدكتور الشاطر في الفينيرز، يعني بنلاقي مثلا نجوم كتيرة لما بيجوا يعملوا فينيرز يبقى إلى حد ما شكلهم فيك، وبعدين نلاقيهم غيروا الفينيرز ده بتلاقي الضحكة طبيعية أكتر من السنان الطبيعية نفسها. واحنا بنعمل فينيرز لازم نراعي 3 حاجات أساسية. أول حاجة إن البيولوجي بتاع اللثة، صحة اللثة نفسها تفضل زي ما هي، ما أثرش أو أضغط عليها أو أي حاجة بحيث إن يحصل الغمقان اللي احنا بنشوفه عند معظم اللي عاملين فينيرز. تاني حاجة احنا لازم نراعي ان البيشنت يبقى خارج من عندي عامل فينيرز شكله حلو، في نفس الوقت بيتكلم نفس طريقة كلامه، مش بيفسفس، مش بيقول مخارج ألفاظ غلط، وعارف ياكل، قادر يمضغ. تالت حاجة بنراعيها الشيد، ما نطلعش الناس اللي بيقولوا عليها تشاكلس سمايل، بيبقى السمايل تشوكي وايت قوي. لا، انا لازم اختار الشيد بناء على لون العين، لون البشرة، يبقى فيه انسجام. افضل بكتير من العجينه والباطي والحاجات التانية، خصوصا الناس اللي بيقرفوا، اللي عندهم جاج ريفلكس. غير ان الموضوع التاني ده تايم كونسيومينج جدا، مستهلك للوقت ده. في ثواني الموضوع بيكون خلص، مجرد بس ما ببرمج الجهاز ده على بق البيشنت، خلاص انا باخد المقاس وبيتبعت والحاجه بتتصب وبتتسلمي اسرع بكتير من المعمل. التكنيك بتاعه بيكون عبارة عن ايه؟ ده بيدخل جوه البق؟ ده بيدخل جوه البق، بيبقى ماشي على الاسنان عموما، بيصور لي بيتصور كله بيجي هنا على اللابتوب بالظبط كده، الصوره بتظهر لي هنا وبحتفظ بيها، وبيبقى في فايل لكل بيشنت لوحده، يعني ان كيس ان هو حب يرجع بعد كده. حلو جدا.